اتولد سيدنا موسى عليه السلام في مصر في وقت كان صعب جدا. كان فرعون كان ملك ظالم جدا، وكان خايف ان في ولد من بني اسرائيل هيجي ويهدد ملكه. فقرر ايه بقى؟ فقرر ان هو يؤمر بقتل كل الذكور الرضع، يعني اي طفل ولد يتولد يتقتل. يعني كانوا بيقتلوا كل الأطفال؟ ايوه يا حبيبتي. وعلشان كده لما موسى اتولد امه خافت عليه جدا، وربنا اوحى ليها: وأوحينا إلى أم موسى إن ارضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وفعلا يا حبيبتي حطيته في صندوق وسبح بيه في نهر النيل. والصندوق ده يا حبيبتي وصل لقصر فرعون. ومين اللي لقاه؟ اللي لقاه هي زوجته السيدة آسيا بنت مزاحم. ودي كانت طيبة قوي وقلبها حنين، فطلبت من فرعون إن هي تربي الطفل ده في القصر. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا. بس موسى عليه السلام رفض إن هو يرضع من أي مرضعة. ولما دورت آسيا على واحدة، ربنا رجع له أمه علشان ترضعه وتربيه وهي مطمنة. وكبر سيدنا موسى في قصر فرعون، لكنه كان دايما حاسس إن هو مش منهم، لحد ما في يوم شاف راجل من بني إسرائيل بيتخانق مع واحد من المصريين، فدخل يفصل ما بينهم وضرب المصري بالغلط ومات.